كتير بنسمع الذكاء العاطفي او خلي عندك ذكاء، انت محتاج ذكاء في التعامل. ما بنبقاش فاهمين قوي يعني ايه ذكاء عاطفي اللي هم قاعدين يقولوا لنا خلوا عندكم ذكاء. طيب ببساطة شديدة جدا، يعني ايه ذكاء عاطفي؟ هي قدرتي على فهم مشاعري وازاي ادير هذه المشاعر، وفهم مشاعر الاخرين، وازاي اكون انا عندي تعاطف او رحمة بمشاعرهم دي، بحيث ما اذيش نفسي من هذا التعاطف او من هذه الرحمة. ده ببساطة تعريف الذكاء العاطفي. طيب ايه العلامات اللي تقول ان انا عندي ذكاء عاطفي ولا ما عنديش ذكاء عاطفي؟ 5 علامات. اول علامة ان انا اكون حاسة او عارفة انا حاسة بايه دلوقتي، فانا حاسة بايه عارفة اجاوب. حاسة بيه ليه، فانا عارفة اجاوب. هتصرف ازاي، فانا عارفة اجاوب. يبقى شعوري الان انا حاسة بيه. دي النقطة الأولى. طيب النقطة التانية إن أنا ما ببقاش الفعل ورد الفعل، لا، في فعل، في وقت باخد وقت أفكر فيه، وبعد كده في رد فعل. فالناس اللي متسرعة في ردود أفعالها دي ما عندهاش ذكاء عاطفي. طيب إن أنا كمان ببقى قادرة إن أنا أعبر عن الشعور اللي أنا حاسة بيه دلوقتي، فأنا قادرة أعبر، قادرة أتكلم عنه، قادرة إن أنا أوصله للي قدامي. طيب النقطة اللي بعد كده ان انا مش مشاعر اللي بتتحكم فيا، انا اللي بتحكم في المشاعر، وبالتالي ما بديش ردود افعال او ما باخدش قرارات بناء على المشاعر اللي انا حاسة بيها. طيب ايه الحاجات اللي او ايه انواع الذكاء العاطفي؟ 5 انواع الذكاء العاطفي، 5 انواع. اول نوع هو الوعي الذاتي. انا عندي وعي بذاتي، انا عارفه انا مين، انا عارفه انا عايزه ايه، انا عارفه مشاعري بتقول لي ايه، انا عارفه ايه مميزاتي، ايه عيوبي، فانا عندي وعي بذاتي. النقطه الثانيه ان انا عندي تحكم ذاتي، قادره اتحكم في مشاعري، قادره اتحكم في ردود افعالي، قادره اتحكم في افكاري، قادره اتحكم في اعمل ايه وما اعملش ايه، فانا عندي تحكم ذاتي. دي النقطة التانية. طيب النقطة التالتة أنا عندي تحفيز ذاتي. يعني إيه تحفيز ذاتي؟ يعني قادرة إن أنا أحول الأفكار السلبية لأفكار إيجابية، قادرة إن أنا أتعامل مع المشاعر السلبية اللي عندي وأحولها إزاي لمشاعر إيجابية تفيدني. طيب النقطة الرابعة إن أنا عندي قدر من التعاطف، ببقى عارفة أفهم مشاعر اللي قدامي، وبالتالي عارفة أتعاطف معاه، مش مكانه لكن قادرة أستشعر اللي هو حاسس بيه، فقادرة أديله أو أوصل له إن أنا حاسة بيك. فده من الذكاء العاطفي. النقطة الخامسة إن أنا عندي مهارات اجتماعية، عندي تواصل، عندي استماع جيد، عندي حسن ترجمة للغة الجسد بالمفهوم الصحيح اللي كنا اتكلمنا عنه. واللي عايز يعرف المفهوم الصحيح للغة الجسد، في فيديو منزلينه هنا على الصفحة بيتكلم على لغة الجسد بالمفهوم الصحيح. طيب ايه اكتر حاجة بتخليني يبقى عندي ذكاء عاطفي؟ لو انا عرفت ان انا لا، في علامات من العلامات دي ما عنديش ذكاء عاطفي، فازاي يكون عندي ذكاء عاطفي؟ اول حاجة ان انا ابقى واعية بمشاعري من خلال 4 اسئلة. يعني ايه ابقى واعية بمشاعري؟ اجاوب على 4 اسئلة. اول سؤال، انا حاسة بايه دلوقتي؟ انا حاسة ليه بالشعور ده؟ ليه الشعور اللي انا حاسة بيه؟ يعني ليه حاسة بيه؟ اسم الشعور ده ايه؟ ازاي اقدر ان انا اتعامل مع الشعور ده؟ ال4 اسئلة دول يخلوني عندي وعي بمشاعري. طيب الحاجة التانية ان انا ابدأ اتمرن على التحكم في ردود افعالي. ما اقولش اصل انا اتعصبت، اصل قال لي كلمة نرفزتني، اصل قالت لي مش عارفة ايه. فان انا اكون متحكمة في ردود افعالي، ده من الحاجات اللي هتخلي عندي الذكاء العاطفي. الحاجة التالتة ان انا اكون عارفة قيمتي، انا عارفة انا استحق ايه ولا استحق ايه، ايه المناسب ليا وايه اللي مش مناسب ليا. ال3 نقاط دول لو اشتغلنا عليهم هيبقى عندنا ذكاء عاطفي. ده ببساطة كده اهم النقاط او اهم الحاجات اللي احنا لو بدأنا فيها هيبقى عندنا ذكاء عاطفي. وخليني اقول لكم ان هل الذكاء العاطفي هي حاجة بتولد بيها ولا مهارة بكتسبها؟ هي مهارة بكتسبها. فاذا يمكن الناس اللي ما كانش عندها او لقيت ان هي في بعض النقاط مش موجودة عندها، تبدأ تشتغل على نفسها في النقاط دي، بإذن الله هيكون عندها ذكاء عاطفي. أنا لايف كوتش شيماء حزة، أشوفكم على خير.